طبعا انا عارفه انتي تعبانه ومنهاره من كتر ما الطفل عمال يعيط. لو عايزه بقى تقللي كميه او وقت العياط بتاع الطفل ده، يبقى لازم الاول تفهمي اسبابه. واحده من اهم واشهر اسباب بكاء الرضع بالذات في الفتره الاولانيه من حياتهم، اول 3 شهور، هي المغص، وده اتكلمنا عنه بكل التفاصيل، وهنزل لك الفيديو في الايفو واسيبه لك في الديسكربشن كمان. واحده كمان من الاسباب اللي احنا ممكن نكون مش مدركينها هي النوم وعلاقته بجهاز الطفل العصبي، ازاي بتاثر عليه وازاي بتخليه برضو يصرخ صراخ مش طبيعي. طبعا انت مش متخيله، زي انا كمان ما كنتش متخيله، اللي هو ليه الطفل يصرخ طالما هو عايز ينام؟ ما حبيبي انا عايزه انام وانت عايز ننام، ما يلا بينا كلنا نخش ننام. وتلاقي بدل ما هو عايز ينام وينام فعلا، لا تلاقيه بيصرخ وعمال يعيط. عايزه افهمك على القصه دي اكتر، بس الاول بقى قبل ما نفهم قصه النوم دي، لو دي اول مره تشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش ان انت تنزلي تشتركي في الشانل عشان اي فيديو بعد كده انزله يكون عندك، وتقدري تفهمي بقى الفتره الاولانيه دي نعديها ازاي. البيبي اصلا في الفتره الاولانيه من عمره بيكون احتياجه للنوم عالي جدا، وفي نفس الوقت ادراكه لليل والنهار والوقت بصفه عامه بيكون قليل جدا. وهو اصلا وهو بيصرخ عشان محتاج ان هو ينام، هو مش بيبقى فاهم نفسه ان هو محتاج ينام. وما تقدريش طبعا تعتمدي عليه ان هو ينوم نفسه، لان دي حاجه مش هتحصل، ومن الخيال يعني ان هو يحصل، بالذات في اول 3 أو 4 شهور ان الطفل ينوم نفسه. تيجي هنا بقى دورنا ان احنا نفهم اصلا انه البكاء او الصراخ ده بتاع الطفل، نحلله ونفهم منه ان الطفل ده فعلا تعب وعايز ينام ولا لا. ايه هي العلامات اللي هتظهر على الطفل عشان تعرفي ان الصراخ بتاعه ده انه الطفل تعبان ومحتاج ينام؟ العلامات هي ان الطفل بيكون عصبي، ممكن يعيط طبعا او يصرخ شويه، ممكن كمان يبتدي يفرك في عينه، ممكن تلاقيه ابتدى يتاوب، وممكن كمان مثلا لو هو طفل اكبر شويه لو بيلعب في حاجه فجاه كده تلاقيه فصل شحن وبيتنك. العلامات دي لو شفتيها في الطفل هو كده وصل لمرحله اسمها تايرد بيبي، بيقول لك خلاص انا ميعاد نومي فات، انا محتاج انام، جهازي العصبي مش هيستحمل اكتر من كده. طيب لو ماما بقى ما لبتش النداء، لقد تشحمنا في الشحن، لقد تلسوعنا في الفحم، يعني ما تزعليش بقى من اللي هيحصل حاجه اسمها الاولانيه تايرد بيبي، بيبي تعبان. التانية بقى المرحلة التانية اللي هيدخل فيها هيبقى اوفر تايرد، اللي هي مرحلة انه خلاص بقى جهازه العصبي ابتدى ينبهه ان هو يصحى بالعافية، فابتدى بدل ما هو كان بيعيط اهدى شوية هتلاقيه الصراخ، بدل ما هو كان بدأ يتنح او كده هتلاقيه هايبر اكتف، مثلا هيلعب بالحاجات يكسرها ويبقى عصبي فيها، لانه جهازه العصبي ابتدى ينبهه انه خلاص مفيش فرصة للنوم، انت لازم تشتغل فوق طاقتك. وبالتالي لما تيجي تدخليه بقى ينام، لو انت استجبتي في المرحله الاولى اللي دخلتيه ينام هينام. في المرحله الثانيه لما تيجي بقى تحاولي ان انت تنوميه، الموضوع هيكون اصعب بكتير، لانه ميعاد نومه فات وابتدى ان هو جهاز العصبي بدل ما هينومه ينشطه زياده. طيب بالنسبه بقى للامهات الجديده، مهم قوي قوي نفهم حاجه اسمها ويك ويندو او نافذه استيقاظ الطفل. يعني ايه الجمله الملعبكه دي؟ يعني الطفل بالذات في بدايه حياته اللي هو اول شهور من عمره بيقدر يعني يكون صاحي لمده معينه، اكتر منها بيكون لود او حمل على جهازه العصبي. عايزه اقولك انه النوم مش مهم بس عشان يريح جهازه العصبي وان الطفل يكون اهدى وانه كده، لكن كمان النوم في المرحله الاولانيه هو نمو للطفل، بتسمحي لهرمونات النمو ان هي تشتغل في وقت النوم، فهي مهمة جدا انه الطفل يتطور في حاجات كتير وان هو كمان يكبر. طيب هل الويك ويندو او فترة اللي يقدر الطفل بيها يفضل صاحي من غير ما يتعب، هل هي ثابتة على مدار طول الوقت؟ لا، الويك ويندو دي بتزيد مع انه الطفل يكبر. يعني مثلا في الاول لو هو طفل لسه مولود جديد، عادة بتكون الويك ويندو دي بتكون فترة قليلة قوي، لان هو حبيبي اصلا هيكون نايم اغلب اليوم. كل ما يكبر كل ما الويك ويندو دي هتزيد، وعدد النابس او القيلولات وكميتها بتكون بتقل، وده طبيعي جدا في سنه لانه كل مرحلة وليها احتياجها من النوم. طيب خلينا نفهم كده الويك ويندو بشكل عملي وعلاقتها بعمر الطفل، يعني ازاي بتتطور من وقت للتاني حسب عمر الطفل. بالمناسبة ثقافة الويك ويندو وعموما نوم الرضع مش متعارف عليها قوي هنا في مصر ولا حتى في الدول العربية، لكن بيهتموا بيها جدا في دول الغرب، لان هم عارفين قد ايه نوم الرضع في الوقت ده بيكون مؤثر عليهم جدا. طيب خلينا نفهم كده الموضوع بتفاصيل اكتر حسب عمر الطفل. دلوقتي الطفل اللي لسه مولود اللي هو من عمر يوم لغاية ما يتم شهر، يستحسن ما يفضلش صاحي اكتر من ساعة، يقدر يصحى لمدة ساعة كاملة متواصلة، لكن اكتر من كده هيكون مجهود عليه، فبعد كده يستحسن ننومه. طيب من عمر شهر لغاية عمر 3 شهور ممكن تزيد الوقت شوية من ساعة لساعة ونص يفضل صاحي، بعد كده يستحسن ينام.
بعد كده بشكل تدريجي هيفضل يقل الموضوع وتقل معاه عدد القيلولات اللي محتاجها في اليوم، لغاية ممكن عند عمر 1.5 سنة ان هو ياخد قيلولة واحدة في اليوم، ممكن طويلة شوية، ممكن اطفال تانية تحتاج اكتر من قيلولة، ممكن 2 بالكتير، بس مش هيحتاج اكتر من كده، وهيبقى معاه كفاية اغلب اليوم من غير ما ده يجهده ولا اي حاجة. طيب بالنسبة للناس اللي بتنصحنا بقى، عشان في الفترة الأولانية الطفل بيكون قالب ليله نهاره ونهاره ليله، إن هي نحاول نقلل من النبس دي ونصحي الطفل على مدار اليوم على أساس إن هو يعرف ينام بالليل. للأسف دي كارثة، لأن الطفل في المرحلة الأولانية هو محتاج عدد معين من النبس كتيرة وفترة طويلة، مش بس أثناء الليل لكن أثناء النهار كمان. فإحنا لما بنعمل كده إحنا بنأذيه مش بنهديه، بالعكس هو لما بنستثير جهازه العصبي بيكون أكتر إن هو يكون anxious أو متعصب أكتر، فده مش بيساعده بالليل. لكن احنا لو ادينا له الطريقه الناتشرال والطبيعيه اللي هو محتاجها، هتلاقيه بالليل اهدى كتير وهيقدر ينام معاكي. طيب بالنسبه للامهات اللي عايزه تحاول ترتب يومها كده وتعدل نهارها وليلها، عايزه بس اقول حاجه، انه للاسف اول 40 يوم الطفل زي ما قلنا في البدايه هو مش فاهم الوقت، مش فاهم النهار، مش فاهم الليل. فتقدري تقولي كده عليها ان هي فتره ضريبه يعني الامومه شويه، لان هي بتكون صعب فيها ان انت تعملي روتين ثابت للطفل وليكي. فممكن بعد ما نعدي اول 40 يوم، وحتى لو يعني عايزه تعملي في اثناءها الكلام ده، بس يعني توقعي انه ممكن ما يجيبش نتيجه. لو عدينا ال40 يوم ممكن بقى نعمل الروتين ده، ان احنا هنبتدي نفهم الطفل الفرق بين النهار والليل. يعني مثلا لما نيجي نصحى الصبح احنا هنفتح الشبابيك، هندخل نور ربنا، هنحاول انه يكون في حركه في البيت، في لعب، في صوت، في دوشه. وممكن لو الطفل كبير شويه ممكن نشركه في بعض الانشطه، فبعد الاغاني مثلا لو هنغني له حاجه، لو هنقرا له قصه، يكون في اكتيفيتي طول ما هو صاحي. طبعا مش هنتخطى فتره النبس، يعني لو هو الطفل ابتدى ينعس او بدات تظهر عليه علامات النوم هننومه، بس طول ما احنا بننومه في اثناء النهار برضو هنشغل الصوت والدوشه والنور وكل حاجه، لانه هيفهم انه الفتره دي حتى لو انا نايم فتره نهار. نيجي بقى بالليل هنحاول نعمل العكس، بدل ما الانوار الشقه كلها مفتوحه نحاول نهدي النور شويه، نحاول نهدي الصوت، نحاول نهدي الحركه، نحاول لو دخلنا كمان اي روتين ثابت للطفل بشكل يومي، دي حاجه هتفرق معاه جدا. يعني مثلا لو اديتي شاور دافي، او حكيتي قصه، او ابتديتي ان انت تديله مثلا رضعه بالليل او حاجه، ده هيدخله في مود النوم. هو هيفهم لما الكاسكيد ده او الترتيب ده من الاحداث بيحصل انا هنام، فده هيساعده جدا ان هو بشكل تلقائي ان هو ينام. حاجه كمان مهمة ان احنا نحاول قدر الامكان نثبت مواعيد النوم بالذات بتاعت بالليل، ونبعد يعني هو الطفل مثلا هياخد قيلولة، نحاول بس نبعدها حسب عمر برضو الطفل عن النوم الليل. يعني بالذات كمان لو عمر الطفل كبير شوية مثلا 6 شهور او حاجة، ممكن نبعدها 2 ل3 كده اخر قيلولة عن بالليل، فيقدر ان هو يدخل في النوم على طول. من الحاجات اللي بتساعد قوي الطفل في اول 3 شهور من عمره ان هو يسترخى وينام بسرعة هو الضوضاء البيضاء او الوايت نويز. اول 3 شهور من عمر الطفل بنسميهم كده الفورث ترايمستر او الثلث الرابع من الحمل. هو في اول 3 شهور بالذات بيكون مش مدرك كفاية ان هو اتولد او ان هو خرج من رحم الام، فكل الاصوات بتاعة احشاء الام وقلبها وكده بيكون لسه مقصرين فيه وبيساعدوه كتير ان هو يسترخي. عشان كده الاضواء البيضاء دي من الحاجات اللي بتساعد قوي الطفل ان هو يدخل في مود النوم وان هو يهدى كتير، بالذات لو بيصرخ. من الحاجات بقى اللي حملتها وساعدتني قوي ابلكيشن اسمه بيبي سليب. الابليكيشن ده بنحمله عادي من على بلاي ستور، بنسيرش على بيبي سليب وبنحمله من هناك، وبيكون شكل الايكون بتاعته كده، وبعد كده بيفتح معانا في بقى فرايتي كتيره قوي من الاصوات اللي هي بتخلي الطفل يهدى. في اختلافات كبيره قوي بين الاطفال وبعضها، يعني مش شرط الحاجه اللي تهدي مثلا ابنك الاولاني هي اللي تهدي ابنك التاني. انا مثلا بنتي كانت بتهدى قوي قوي على صوت الغساله ده. المهم فانت بتشوفي اكتر حاجه بيهدى عليها الطفل وبتثبتيها ان انت شغلها له لما ينام. وكمان عندهم شويه ميوزك كده بتهدي برضو الطفل وجميله قوي ان هو ينام عليها. نصيحة كده حابة أنصحك بيها لسلامة كل الأطفال. في حاجة معروفة كده في بداية حياة الطفل بالذات في أول سنة، حاجة اسمها sudden infant death syndrome، يعني الموت المفاجئ للرضع. ده بيحصل يعني في أسباب كتير، بس منها أسباب مشهورة ليها علاقة بالنوم بقى اللي أنا هقولها لك إن انتي حاولي تتجنبيها. اول حاجه حاولي تنومي الطفل في سرير مستقل جنبك، يكون مفتوح على سريرك بس ما يكونش نفس السرير بتاعك، عشان لو لا قدر الله حد اتقلب او حاجه ما يخنقش نفس الرضيع.
تاني حاجة حاولي لما البيبي يكون نايم ان انتي ما تنيمهوش على بطنه، لانه لما ينام على بطنه وانتي نايمة مش واخدة بالك ممكن يكون دخل مثلا جزء من الملاية او جزء من المرتبة او حاجة سد نفسه فما يقدرش يتنفس، وانتي طبعا مش واخدة بالك او نايمة، فلا قدر الله يحصل اي مشكلة. حاولي ان انتي لو انتي هتنيمي الطفل على بطنه مثلا في التامي تايم او كده، يكون في وقت صحيان الطفل ووقت صحيانك وانتي تكوني مركزة مع الطفل، لكن ما تسيبوهوش في وقت الليل ابدا نايم على بطنه. برضو حاولي ان انتي بعد الرضعة الليلية تكرعي الطفل وتأكدي ان هو بلع كل حاجة وانه نفسه مرتاح تماما قبل ما تنوميه. ولو كمان عنده ارتجاع ممكن تنوميه على مرتبة تكون مايلة شوية او تميلي له المرتبة 45 درجة عشان ما يحصلوش ارتجاع اثناء الليل. نصيحة كمان لو عايزة الطفل ينام نوم هادي ومستقر وينومك اثناء الليل، ان انت خفي كافيين شويه. لو انت بترضعي اي حاجه انت بتاخديها بتاثر على الطفل، كل حاجه بتنزل في اللبن بنسب معينه، فانت لو انت بتاخدي كوبايات من القهوه والشاي كتير ده هياثر على الطفل. حاولي انت خفي الكافيين شويه عشان الطفل يقدر يكون هادي وينام معاكي بسهوله اكتر. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، ولو في اي سؤال عندك اكتبولي في التعليقات عشان اعرف ارد عليكم.